أهلا. البودكاست اسمه ندوب. بتكلم في البودكاست عن علم النفس وعن الفلسفة وعن الأدب بشكل عام، سواء في كتب أو في مقالات أو مؤخرا بقيت أتكلم عن أفلام. بس كده. يا رب البودكاست يعجبكم. أهلا. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هتكلم في موضوع جديد أو في طريقة حلقة جديدة يمكن عمري ما عملتها قبل كده. الحلقة هخصصها للكوتس بتاعت الكتب اللي أنا بحبها، سواء quotes من كتب، سواء quotes من مقالات، سواء لو لقيت quote حلوة من فيلم هاقولها برضه، وهاقول انطباعي أو الimpression اللي جوايا عن الquote دي أو هي بتفكرني بإيه. عايزة أقول ملحوظة بس إن لو الquote بالإنجلش أنا هاقولها الأول بالعربي بعد كده هاقولها بالإنجلش، وبعد كده كل quote هاتكلم عليها عن انطباعي عنها. طيب أول quote من كتاب معضلة الألم بتقول: إذا حاولت أن تتجنب إمكانية الألم والتي هي جزء من نظام الطبيعة وضرورة لوجود الحرية الشخصية، فسوف تجد نفسك تتجنب الحياة نفسها. أنا فاهمة الكود دي. آم، أنا عاوزة أتكلم قبل ما أتكلم عن الكود دي، ممكن أتكلم عن أنا قريتها في أنهي كتاب. أنا قريتها في كتاب بتاع محمد أبو الغيط اللي هو أنا قادم أيها الضوء. الكتاب ده جميل جدا. مش عايزة أحرق فكرته للي ما قراهوش يعني، بس هو بيتكلم عن رحلة محمد أبو الغيط وهو عارف إن هو مش أنا حرقته كده خلاص يعني. هو الراجل يعني هيموت يعني من الآخر يعني. أنا وصلت لنقطة إن هو دخل رعاية تلطيفية، رعاية تلطيفية أو عناية تلطيفية يعني، إن هو خلاص يعني هم عارفين إن هو هيموت، فبياخد الأدوية بس اللي تحسن جودة الحياة في الأيام اللي فاضلة له. فهو كتاب جميل جدا. فهو كان أشار لكذا اقتباس، منهم اقتباس من كتاب معضلة الألم. معضلة الألم ده الكتاب اللي كاتبه واحد مسيحي كان تارك الإيمان المسيحي وبعد كده رجع له. فالكتاب جميل جدًا ومن وجهة نظر مختلفة تمامًا وجميل. فهو فكرة إن أنت لمّا تتجنب الألم اللي هو جزء من نظام الطبيعة، بتتجنب الحياة نفسها. أنا جرّبت ده. يمكن أنا كتير لمّا أبُص على اختيارات من اختياراتي مثلًا إن هي كانت غلط، وآجي بعد كده أندم، بعد كده باندم على إيه؟ يعني هل أنا المفروض ما كنتش أتحرّك خالص أو ما أعملش أي حاجة خالص؟ أو ما امشيش أو ما اعرفش بني آدمين أو ما اثقش خالص. الحذر مطلوب. إن أنا أكون مركّزة أنا باعمل إيه والناس اللي أنا باختارهم عاملين إزاي، ده مطلوب. بس ساعات حتى الواحد وهو مركّز بيُقع والناس بتتغيّر وحاجات كتير. ف فعشان كده أنا حبيت الاقتباس ده. في اقتباس تاني من نفس الكتاب برضه من معضلة الألم، نقله محمد أبو الغيط. بيقول: يمكننا ربما أن نتخيل عالمًا يعمل الله فيه باستمرار على تصحيح الأخطاء التي ترتكبها مخلوقاته بسبب الإرادة الحرة، بحيث تصير قطعة الخشب لينة عندما تستخدم لضرب إنسان، وصلبة عندما تستخدم في البناء. وعندما أحاول أن أستخدم الهواء لنقل موجات صوتية تحمل كذبا أو إهانة، فإنه لا يتجاوب معي. لكن سيصبح مثل هذا العالم عالما يكون الخطأ فيه مستحيلا، وفيه تكون فكرة الإرادة الحرة خالية من المعنى. لذلك يؤكد: لا يمتلك الله قدرة أكثر من أي مخلوق أن يجمع ما بين شيئين متناقضين تناقضا جوهريا، ليس لأن قدرته تواجه عائقا، بل لأن الهراء يظل هراء حتى لو قلناها عن الله. أنا عجبني الاقتباس ده جدا. الكتاب نفسه أنا حاولت أنزل كتاب معضلة الألم مترجمه تقريبا أوسم وصفي. أنا حتى استغربت إن أنا عارفة إن هو دكتور نفسي، بس الكتاب جميل. بس مش عارفة ليه يعني أنا جبته بالعربي وجبته بالإنجليزي، ما كنتش يعني كان في عائق ما. أنا مش فاهمة فين المشكلة. يمكن أنا مش عارفة أركّز عشان الامتحانات اللي أنا كنت فيها والّا إيه. أنا مش عارفة فين المشكلة. بس في الغالب يعني هو الكتاب حلو. أنا بارشّحه لكم إن أنتم تقروه. بس يعني ساعات الواحد بيقرا كتاب كده وبعد كده يتخبط في حيطة صلبة، بعد كده يرجع تاني لنفس الكتاب فيلاقي إن هو رائع. ده حصل لي في أفلام قبل كده مثلًا، فيلم أكون أقف في نُصّه إيه الملل ده مش عارفة إيه، وبعد كده في وقت تاني أشوفه ياه رائع، ما ابقاش عارفة أسيبه يعني. والكتب نفس الكلام.
المهم بالنسبة للاقتباس، هو أنا شايفة إن هو كلام جميل جدًا لمّا بيتكلم عن فكرة معضلة الشر أو معضلة الألم. الحاجة اللي هي يمكن ما لهاش إجابة واحدة، أو أو الناس بتختلف إن هي تقول هي إيه. بس أنا عجبني جدًا فكرة إن أنت لمّا تمسك طوبة وتحاول تفتح بيها دماغ بني آدم، إحنا تصوُّرنا للخير أو تصوُّرنا لعالم خير كان هيستلزم ويتطلب إن لو أنا مسكت الطوبة أفتح بيها دماغ بني آدم تتحول لطوبة لينة، لو حابني بيها تبقى صلبة، فده كان هيفقد الفيزيا، ما كانتش هتبقى فيزيا، الدنيا ما كانتش هتبقى بنفس الشكل. فمش عارفة، بس أنا عاجبني الاقتباس ده جدًا يعني. طيب الاقتباسات اللي أنا هاقولها دلوقتي عن الصداقة، عشان دي كان ليها دور مهم جدًا في حياتي في الفترة اللي فاتت. آمم، المقولة دي لابن حزم الأندلسي، أرجو إن أنا أكون باقول اسمه صح: "من كان له خِلٌّ يحاوره فهو في نعمة، لا يعرف قدرها إلا من حُرم." وفي جملتين تانيين بيقولوا، والجملتين دول مُقتبسين من كودا، اللي هو زمالة مدمنين الاعتمادية، زمالة الاعتماديين المجهولين. زمالة الاعتماديين المجهولين ليها قناة على تليجرام للي عايز، اسمها كودا، بتنزّل تأملات حلوة يعني. بتقول في اقتباس من الحاجات اللي هم منزّلينها، بيقول: "بعض الصداقات تقوى وتضعف في دورات على مر السنين، والبعض يتلاشى عندما ينمو شخص عن الآخر." وفي اقتباس تاني من نفس القطعة اللي هم كانوا منزّلينها، بيقول: "ولكن بعض الصداقات سوف تستمر مدى الحياة." ال3 اقتباسات دول أنا عايزة أتكلم عليهم. فكرة إن هو اللي ليه صاحب أو خِلٌّ يحاوره فهو في نعمة، لمّا أنا باكون الدنيا واخداني ومش لاقية وقت إن أنا أخرج مع أصحابي أو أتكلم معاهم ببساطة، أو نقدر نتكلم، أو نقعد نتكلم ساعة، بنتكلم عن الحياة، بنتكلم عن يومنا، بتبقى من أسوأ فترات الحياة بالنسبة لي. وباحس كأن أنا جوايا إزازة حرفيًا، وجواها الكلام عمّال يتراكم، 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 لدرجة إن خلاص الإزازة دي هتتكسر، أو الإزازة دي هيُقع منها الكلام. ومش بس هيُقع منها الكلام، أنا باحس كأن الكلام قاعد فيها جواها هيبوظ. يعني هيبتدي إن هو كأنك سِبت أكلة جميلة جدًا وسِبتها برّه التلاجة وخزّنتها في مكان غريب، اللي هو مش مكانها، اللي هو نَفْسك لوحدك على طول، فبتبوظ ببساطة يعني، بتتعفن يعني. فأنا بالنسبة لي لمّا باقعد فترة طويلة ما باتكلمش مع أصحابي بابقى حاسة بكده. فالحمد لله على نعمة الصداقة، الحمد لله إنه خلق لنا صحاب، ودي حاجة أنا ممتنة لها جدًا، جدًا. فكرة بعض الصداقات تقوى وتضعف، ده حقيقي. في ناس كتير أنا باحبهم ولا زلت باحبهم وما بقوش في حياتي، وده شيء حزين لمّا الواحد بيفتكره، بس واضح إن دي الحياة يعني. ومش كل العلاقات اللي انتهت كان دايمًا عندي رفاهية إن إحنا نعمل closure أو نعمل قفلة يعني لعلاقة الصداقة دي، واللي كان ليها قفلة برضه ما كانتش أحسن من اللي ما لهاش. عادي الاتنين بنفس الألم يعني. في كمان جملة: "ولكن بعض الصداقات سوف تستمر مدى الحياة." يمكن دي أنا موجهاها لواحدة صاحبتي تحديدًا، هي عارفة هي مين. دايمًا بتفضل تقول لي: "ربنا حطّنا في حياة بعض وما تعرفيش هنفضل نتكلم لحد إمتى، وهيحصل إيه إمتى، وهنسيب بعض إمتى." أحب أقول لها إنه والله يمكن آآ القدر يسهو عننا والصداقة دي تستمر إلى مدى الحياة. يعني أنا حابة أقول لها كده، وأتمنى كده، وأتمنى كده لكل صداقاتي بصراحة، إن هي تتمنى إن هي تتكمّل مدى الحياة. بس أنا تحديدًا باوجّه الجملة دي ليها يعني، بس عشان هي بتكررها كتير. بابقى عايزة أقول لها طب ما يمكن، على رأي أنيس منصور، في أنيس منصور ليه كتاب اسمه "لعل الموت ينسانا." أنا عاوزة أقول لها يعني لعل القدر ينسانا، لعل الحزن ينسانا، أو أيًا كان يعني. مش باقول القدر هو الحزن، ما أقصدش أنا أقول كده، بس يعني يمكن ينسانا أيًا كان يعني. ممكن نفضل أصحاب يا بنتي، إيه المشكلة يعني؟ الجملة الجاية من كتاب existential psychotherapy، اللي هو العلاج النفسي الوجودي. الكتاب ده أنا باحبه جدًا، جدًا، جدًا. ولمّا لقيته كان يمكن فهّمني حاجات كتير كان نفسي أفهمها وما كنتش عارفة هي إيه. يعني مش عارفة أوصف بالضبط، بس حاجات كتير ما كنتش عارفة أمسكها أو أسميها أو ألاقي لها قالب، يعني أو إطار. الكتاب ده ساعدني إن أنا أفهم حاجات كتير أنا كنت محتاجة أفهمها. فمن الكتاب ده برضه هو مزيج من علم النفس والفلسفة والأدب حرفيًا يعني. اللي كاتبه دكتور نفسي،
اسمه إيرفين ديالو، وبيتكلم فيها عن العلاج النفسي الوجودي، وبيتكلم يعني بيجيب اقتباسات من كتب لزملاء تانيين زي مثلا أوتو رانك وناس تانية يعني، واتكلم عن فرويد واتكلم عن فيكتور فرانكل. فيكتور فرانكل اللي هو بتاع الإنسان يبحث عن معنى، وبيجيب اقتباسات من الأدب زي ما قلت. فمن ضمن الاقتباسات اللي هو جايبها عموما من الحياة، وهو بيجيب كل حاجة يعني، فمن ضمن الحاجات الاقتباسات اللي هو جايبها بيقول إيه: نفس النقطة أشار إليها الحكام سوسية الذي قال قبل وقت قصير من وفاته: عندما أصل للسماء لن يسألوني لماذا لم تكن موسى، وبدلا من ذلك سيسألون لماذا لم تكن سوسية، لماذا لم تكن ما يمكن أن تصبحه أنت فقط. The same point is made by the Hasidic Rabbi Susiya, who shortly before his death said, when I get to heaven, they will not ask me, why weren't you Moses? Instead, they will ask, why were you not Susiya? Why didn't you become what you only you could become? الجملة دي ملهمة جدا، وزي ما بقول لكم الكتاب ده جميل جدا. الحاخام هنا دي حاجة حصلت بجد، يعني المفروض هو بنقلها ان هي حصلت بجد. الحاخام بيقول ان هو لما يطلع السما ولما يبعث مش هيتسأل انت ليه ما كنتش موسى، انت ليه ما كنتش الصح التام بالنسبة له كحاخام يعني. لا، انت هتتسأل انت ليه ما كنتش احسن نسخة من نفسك. في جملة تانية لسانت أوجستين افتكرتها، حتى أنا مش مجهزاها بس جت في دماغي يعني. أم، بتقول: There is one within me who's more myself than myself. بيقول إن في حد جواه، سانت أوجستين في حد جواه هو عبارة عن نفسه أكتر من نفسه. وده بيفكرني بحاجة في الكتاب برضو بتاع existential psychotherapy، كان بيتكلم عن فكرة اللي هو لو أنت مش عارف أنت مين ومش عارف أنت عايز تبقى إيه وكل ده، ف يعني إزاي المعالج هيبقى عارف أنت عايز إيه وأنت مش عارف أنت عايز إيه؟ أنا عارفة الموضوع العلاج النفسي أكثر تعقيدًا وأكثر تفصيلًا، بس هو كان بيقول ببساطة في كتاب existential psychotherapy اللي هو يعني المعالج بيقول للدكتور: طب أنت ما فكرتش تسأل نفسك أنت عايز تبقى إيه أصلًا؟ أو أنت عايز إيه؟ ما فكرتش تسأل نفسك ببساطة السؤال ده؟ يعني أنا كتير بابقى حتى بالاقي في حاجات بسيطة، حاجات في هاطبخ إيه النهارده، في هاقرا كتاب إيه، في هاتفرج على فيلم إيه، هاتفرج على فيلم والّا مش هاتفرج على الفيلم، هاتفرج على الفيلم والّا هاقعد أتأمل في السقف لإن أنا محتاجة أتأمل في السقف، ولإن أنا دماغي وجعتني من الامتحانات، فمحتاجة أقعد أبُص على السقف. آمم، فلمّا أفكر في كده باكتشف فعلًا إن ما فيش حد هيبقى عارفك أكتر منك، الحاجات الخارجية دي مجرد مساعدة. المعالج بيساعد، الكتب بتساعد، الأفلام بتساعد، احتكاك بالبني آدمين بيساعد، بس في الآخر أنت اللي هتكون عارف أنت عايز إيه، وأنت اللي هتكون عارف إيه المطلوب وإيه اللي المفروض تعمله. وزي ما فيكتور فرانكل كان بيقول إن المعنى شيء شخصي وأنت اللي بتعمله، وإن هو مش حاجة، مش عنوان براق على حسب ما أنا فهمت من فرانكل يعني. لأ، أنت اللي بتختار أنت عايز إيه، أنت اللي بتختار إيه هدفك الشخصي، أنت اللي بتختار أنت هتكمّل عشان إيه، وهتعيش باقي عمرك لأنهي سبب. الاقتباس الجاي متعلق بالكلام اللي إحنا كنا لسه بنقوله، وهو برضه من كودا اللي هو زمالة الاعتماديين المجهولين. هم كده ما بقوش مجهولين أوي. بس المهم، بيتكلم عن العثور عن الحقيقة الخاصة بنا. يجب على كل منا أن يكتشف الحقيقة الخاصة به. لن يساعدنا لو أن أولئك الذين يحبوننا وجدوا الحقيقة الخاصة بهم. إنهم لن يستطيعوا أن يعطوها لنا. لن يساعد لو أن شخصا نحبه عرف حقيقة معينة عن حياتنا. يجب علينا أن نكتشف حقائقنا بأنفسنا. يجب على كل منا أن يكتشف ويقف في النور الخاص به. غالبا ما يحتاج أن نصارع ونفشل ونتخبط ونحبط. هذه هي الطريقة التي نمر بها من الصراعات الخاصة بنا. هذه هي الطريقة التي نتعلم بها ما هو حقيقي وسليم لأنفسنا. يمكننا مشاركة المعلومات مع الآخرين، ويمكن للآخرين أن يخبرونا بما يتوقعوا أن يحدث لنا إذا سعينا في مسار معين، ولكن ذلك لن يعني أي شيء حتى نهضم الرسالة ونجعلها الحقيقة الخاصة بنا واكتشافنا ومعرفتنا. ليس هناك طريقة سهلة للاكتشاف ولا إيجاد حقائقنا، لكن يمكننا أن نفعل ذلك، وسنفعل ذلك إذا أردنا. قد نرغب في الاستسهال، وقد نهرع في عصبية إلى الأصدقاء ونطلب منهم أن يعطونا الحقيقة أو يسهلوا علينا الاكتشاف. إنهم
لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. سوف يسلط النور نفسه في الوقت الخاص به. كل منا كل منا لديه نصيبا من الحقيقة تنتظر أن تكشف نفسها لنا. كل منا لديه نصيبا من النور ينتظر منا أن نقف فيه ونطالب بأن يكون خاصا بنا. التشجيع يساعد والدعم يساعد، لكن القناعة الراسخة بأن كل شخص لديه حقيقة متاحة ومناسبة لكل موقف، ذلك هو ما سوف يساعد. كل تجربة، كل إحباط، كل موقف لديه الحقيقة الخاصة به في انتظار أن تكشف عن نفسه. لا تستسلم حتى تجدها بنفسك. سوف يتم توجيهنا إلى الحقيقة إذا سعينا إليها. إننا لسنا بمفردنا. اليوم سوف أبحث عن الحقيقة الخاصة بي، وسأترك الآخرين أن يفعلوا نفس الشيء. سأضع قيمة لرؤيتي ولرؤية الآخرين. كل منا في الرحلة يقوم بالاكتشافات الخاصة به، تلك الاكتشافات التي تناسبنا اليوم. من كتاب لغة التسامح، صفحة 110 111 من هازلدن. ده نفس الكلام اللي احنا قلناه. أنا عارفة إن الموضوع قلب تنمية بشرية شويتين بس أنا كنت حاساها جدا. أنا بحب جدا تأملات كودا على تليجرام. في غاية الجمال وفي غاية الحقيقية والروعة، ومش بحسها إن هو كلام مرسل يعني. مش بحس إن هو تنمية بشرية، أنا بحس إن هو جميل بصراحة. وزي ما اتكلمنا عليها، هو كل واحد بيلاقي الحقيقة اللي عايش عشانها واللي عايزها بنفسه. مساعدة من الآخرين بس في الآخر اللي بيلاقيها هو أنت نفسك يعني. الاقتباس الجاي من كتاب Existential Psychotherapy برضو بيقول: إذا تم إنكار أو قمع الجوهر الأساسي المعطى جوهريا للشخص فإنه يمرض، أحيانا بطرق واضحة وأحيانا بطرق خفية. هذا الجوهر الداخلي حساس ودقيق، ويمكن التغلب عليه بسهولة عن طريق العادة والضغط الثقافي. وعلى الرغم من إنكاره فإنه يستمر تحت الأرض ويضغط إلى الأبد من أجل التحقق. كل تراجع من جوهرنا، كل جريمة ضد طبيعتنا تسجل نفسها في لاوعينا وتجعلنا نحتقر أنفسنا. ده إبراهام مازلو. If the essential intrinsically given core of the person is denied or suppressed, he gets sick. Sometimes in obvious ways, sometimes in subtle ways. The inner core is delicate and subtle and easily overcome by habit and cultural pressure. Even though denied, it persists underground, forever pressing for actualization. Every falling away from our core, every crime against our nature records itself in our unconscious and makes us despise ourselves. Abraham Maslow. ده برضو من الكتاب بتاع Existential Psychotherapy. أظن الكلام واضح جدا. فكرة إن الواحد يقمع نفسه، فكرة إن الواحد يقول ده مش أنا. مش بتكلم في الحاجات الغلط، مش بتكلم في الحاجات الغلط. ممكن يعني لو واحد عنده ميل للتدمير مش لازم يدمر العالم مش لازم يقعد يهزق حد، يعني مش لازم كل ده. في حاجات كتير ممكن تتعمل، يعني ممكن تلعب كيك بوكسينج مثلا، ده حلو. في حاجات كتير يعني sublimation شوية يعني اللي هو التسامي يعني. ده أول حاجة خطرت في دماغي يعني عشان فرويد معروفة فكرة إن الواحد لو عنده ميول تدميرية إن هو ممكن يلعب رياضة مثلا. دي أول حاجة خطرت في دماغي. بس أنا ما أقصدش ده. أنا أقصد الحاجات اللي هي نفسنا يعني. أنا بحب إحسان عبد القدوس جدا، من أشد أصدقائي. أنا ما بقرالوش دلوقتي، بس أنا ما انكرش الأثر العظيم اللي هو سابه جواي. ما انكرش كل ده. لما أنا بتكلم في وسط الناس ساعات بضطر إن أنا أكبت فكرة إن أنا بحبه عشان الناس كلها وجهة نظرها أو معظم الناس بوجهة نظرها عن إحسان عبد القدوس فكرة تقليدية وقديمة وسامجة جدا. إن هو شخص بيكتب كلام بلس 18. وده مش إحسان عبد القدوس. هو بيكتب كلام بلس 18، أنا ما أقدرش أنكر. بس مش ده الغاية. في ناس بتكتب ده وبحس وأنا ورا إن الكلام مقحم. هو بيكتب كلام ماشي أوكي بلس 18 ده حقيقي، بس اللي هو مش مقحم. مبرر دراميًا بيقولوا، ما أعرفش، بس مش هو ده الهدف. يعني هو مش كاتب في ناس بتكتب اللي هو أنا كاتب عشان كده أو ده بيبقى شعوري. برضه الموضوع يفرق من شخص لشخص. بس في حاجات بيبقى انطباعي عنها اللي هو أنت بتعمل ده ليه يعني؟ هو إحسان التواصل مش كده ومش ده الهدف. ولو بلعت شوية يعني اعتراضاتك وقريته من غير انطباعات مسبقة هتكون مبسوط.
وده برضه بيختلف من شخص لشخص، أنا باتكلم عن نفسي. بس هي دي الفكرة، إن الواحد يقمع إن أنا مُقمع إن أنا باحب إحسان الغُصن قدّام الناس، عشان الناس ما تحطنيش في القالب المُعيّن النمطي ده، في الstereotype دي، أنا كده باقمع ذاتي. والحاجات دي كلّها بتقعد يعني في حاجات أكبر أكيد من كده، بس الحاجة اللي بتُقمع ما بتختفيش، زي المادة لا تفنى ولا تُستحدث من العدم matter cannot be created nor destroyed. الحاجة اللي هتكبتها هتطلع بشكل تاني، وأنا أقصد حاجات غير حُبّك لإحسان عبد القدوس مثلًا، يعني بس في حاجات تانية أسوأ بتطلع بشكل متوحِّش وسيء جدًا. فلو بتحب حاجة حاول يكون عندك القدرة والشجاعة الكفاية، الشجاعة إنك تقول وأنت بتترعش إن أنت بتحب الحاجة دي، مهما كانت غريبة، مه طالما مش غلط، وطالما أنت مش شايف إن هي غلط، طالما إيه المشكلة؟ يمكن ده اللي خطر في دماغي وأنا باقرا الاقتباس ده. الاقتباس الجاي نسوي بامتياز feminist من كتاب The Second Sex لسيمون دي بوفار. اليوم الذي سيكون فيه من الممكن للمرأة أن تحب قوتها وليس في ضعفها، لا هربا من نفسها بل تجد نفسها، لا استسلاما بل توكيدا لذاتها. سيصبح الحب بالنسبة لها كما للرجل مصدر للحياة وليس خطرا مميتا. في الوقت الحاضر يجسد الحب في أكثر أشكاله تأثيرا اللعنة التي تثقل كاهل المرأة المحاصرة في الكون الأنثوي، المرأة المشوهة غير القادرة على الاكتفاء الذاتي. يشهد عدد لا يحصى من شهداء الحب على ظلم المصير الذي يقدم لهم جحيما عقيما كخلاص نهائي. The day when it will be possible for the woman to love in her strength and not in her weakness, not to escape from herself but to find herself, not out of resignation but to affirm herself, love will become for her, as for men, the source of life and not a mortal danger. For the time being, love epitomizes epitomizes in its most moving from the curse that weighs on women trapped in the feminine universe, the mutilated woman incapable of being self-sufficient, innumerable martyrs to love attest to the injustice of a destiny that offers them at the ultimate salvation of a sterile head. The ultimate salvation a sterile head. كلام واضح جدا. الفكرة ان هو سيمون انا ما كملتش الكتاب، هو كتاب الجنس الاخر يعني طويل ومحتاج تركيز، يمكن مش في احسن احوالي دلوقتي ان انا اقراه. بس هو بيتكلم عن فكرة، يعني في الجزء ده هي بتتكلم عن فكرة اختلاف الحب بالنسبة للست وللراجل، بالنسبة يعني وهي في جزء تاني كانت بتقول ايه، مفيش حاجة اسمها a man in love، في the woman in love. ان حتى لما بينزل على ركبته ويقول لها ان هو بيحبها، هو بيفضل محتفظ بشخصيته وبيبقى عايز يملكها. بصوا مش لازم نخش في حتة الفيمينيزم دي، انا هقف عند النقطة دي عشان يعني يعني أنا حاسة إن الكلام واضح كفاية، وأنا حبيت بس إن أنا أتكلم عن الجزء ده، لإن أنا باحب الكتاب ده وأنا باحب سيمون دي بوفار جدًا، وباحب سارتر جدًا، أصدقائي الأعزاء. بس فأنا حبيت أجيب الجملة دي، بس مش هاكمل التعليق عليها، هاكتفي باللي قالته سيمون دي بوفار. الجملة اللي أنا هاقولها دلوقتي أنا مش فاكرة فعلًا أنا قريتها فين، بس هو في الأغلب في مقال، وهي بتتكلم عن الوجودية بشكل عام. بتقول واسمعني للآخر عشان تفهم معنى الجملة. ما تجريش تجتزئها من سياقها، اسمعني للآخر بس وأنا هاقول لِك الدنيا ماشية إزاي. Bad faith in excess leads to mental asylum. الإيمان السيء في كثرته يؤدي إلى اللجوء العقلي. يعني إيه إيمان سيء؟ يعني إيه bad faith؟ يعني إيه mauvais foi اللي قال عليه سارتر؟ أنا شُفت فيديو كان جميل جدًا، أظن يعني مش متذكرة بالضبط الchannel اللي عاملاه على يوتيوب، بس كان بيتكلم عن فكرة bad faith. كان جايب لك مثلًا حياة واحد شغال جرسون في مطعم. يعني إيه bad faith بقى؟ إن هو ييجي يقول هو نِفْسه إن هو يسافر، ونِفْسه إن هو يستكشف العالم، ونِفْسه إن هو يلِف، ييجي يقول لأ، أنا أنا خلاص أنا اتولدت أنا جرسون في مطعم، هافضل طول عمري جرسون في مطعم، والحياة عايزة منّي كده، وهو ده قدري، وهو دي حياتي، وأنا مش هاروح حتّة تانية، وأسافر مين، وإيه الهبل ده؟
ده في ناس في رقبتي مش عارفة إيه. أنا مش بادعو لإن في حد يضيّع اللي بيعولهم عشان يحقق ذاته، مش ده قصدي. بس على الأقل الواحد طول ما هو لوحده، طول ما هو مش مسؤول عن أسرة، وده الجزء، يعني أنا كده باعدِّل في كلام سارتر، أنا كده باقول أنا مقتنعة بإيه في كلام سارتر، مش كلام سارتر بالضبط على حسب ما أنا فاهماه يعني. ده الbad faith، إن أنا آجي أقول إن ده مصيري، هو مصيري إن أنا هافضل مقضّي بقية عمري شغّال في المطعم، مصيري إن أنا هافضل طول عمري شغّال في المكان اللي أنا فيه ومش حلمي مش هالِف في العالم، إلى ما ذلك من الكلام اللي إحنا بنقوله. وده بيفكّرني بكلام أنا كنت قريته عن سارتر كان في غاية الجمال، كان في مقال موجود على موقع اسمه Butler Bowden، كان بيتكلّم بيقول ويضرب مثلًا سارتر يعني الاستدعاء للقتال في الحرب. إحنا عارفين إن الوجودية، ده برّه الquote يعني، الوجودية كانت بعد الحرب العالمية كانت بتتعامل مع حالة الدمار الموجودة، يعني ده كلام معروف. المهم نكمّل الquote بيقول إيه: يضرب مثلًا الاستدعاء للقتال في الحرب من الخطأ التفكير في الحرب كشيء خارجي يأتي من الخارج ويسيطر فجأة على حياتنا. في الواقع يجب أن تصبح الحرب حربي. كان بوسعي دائمًا أن أخرج منها بقتل نفسي أو الفرار، ولكن لسبب أو لآخر، الجبن أو الجمود أو عدم الرغبة في خذلان أسرة أو مجتمع، أظل في الحرب. ولعدم القدرة على الخروج منها اخترتها. إن الحرب تعتمد في وجودها على جنودها، وأنا قررت أنها موجودة. ليس هناك فائدة من رؤيته ككتلة من الوقت مأخوذة من حياتي، تأخذني بعيدا عما أريد أن أفعله حقا: ممارسة مهنة، تكوين أسرة، وما إلى ذلك. من خلال تواجدي في الحرب يجب أن أتحمل المسؤولية الكاملة عنها وعن الوقت الذي أمضيته فيها. أختار نفسي من يوم لآخر كما يقول سارتر. إن حالة الإنسان هي اختيار مستمر لذاته. قد يرغب الناس في العيش في زمن آخر لتجنب الدخول في الحرب، لكن الحقيقة هي أنهم جزء من العصر الذي أدى إلى الحرب، ووجودهم في أي زمان آخر يتناقض مع ذلك. هكذا أنا هذه الحرب. حياتي هي تعبير عن العصر الذي أعيش فيه. لذا فإن أتمنى حياة أخرى هو خيال لا معنى له وغير منطقي. He gives the example of being called up to fight in a war. It's wrong to think of the war as an external thing that comes from outside and suddenly takes over our life. In fact, the war must become my war. I could always get out of it by killing myself or deserting. But for one reason or another, cowardice, inertia, or not wanting to let down a family or a community, I stay in the war. And for lack of getting out of it, I have chosen it. A war depends on its soldiers for its existence. And I have decided that it does exist. There is no point of seeing it as a block of time taken out of my life, taking me away from what I really want to do: pursue a career, have a family, etc. By being in the war, I must take full responsibility for it and for my time in it. I choose myself from day to day, as Sartre puts it. The state of being of a man is a constant choosing of oneself. People may wish they lived in another time to avoid being in the war, but the fact is, they are part of the epoch which led to the war, and to be in any other time would contradict that. Thus, I am this war. My life is an expression of the era I live in. So, to wish for some other life is a meaningless, illogical fantasy. يمكن ده بيتكلم برضه عن فكرة الباد فيث، بس من وجهة نظر تانية، اللي هو طيب خلاص، لو يعني أنت اخترت الحاجة، هي نفس الكلام اللي إحنا كنا بنقوله بس من وجهة نظر تانية. أنت في الحرب ومُجبَر إن أنت تخش الحرب، أنت مش مُجبَر إن أنت تخش الحرب. لو هو بيتكلم عن الحرب العالمية التانية، أنت كان ممكن تنتحر، كان ممكن تعمل 5000 حاجة، بس أنت قررت إن أنت تكمّل، حتى لو بدافع الجبن فأنت اللي اخترت. عدم اتخاذ القرار هو في حد ذاته قرار، عدم قولك لا هو في حد ذاته حاجة اتقالت، أو أيًا كان يعني. بس فدي فكرة الbad faith، إن أنا أقول خلاص أنا كده وهاكمّل كده لأ، أنت في كل لحظة أنت تقدر إن أنت تقول لأ أيًا كان. يعني ده يمكن بيفكّرني بقصة كنت قريتها في كتاب بتاع سعيد نشيد عن الفلسفة، كان جميل جدًا، بس أنا مش متذكرة اسم الكتاب. آمم، كان بيتكلّم عن فكرة العبد اللي كان السيد بتاعه محتجزه، والراجل ده كان حاسس بالحرية التامة، تقريبًا اسمه إيبيكتوس.
Picticus مش متذكرة، بس هو فضل يعني والسيد بتاعه مش فاهم الراجل ده حاسس بالحرية التامة كده ليه ومرتاح وحاسس إن هو يملك العالم وهو عبد عنده أصلًا. فجه قال له: "خلاص أنا هاكسر رجلك، أو أنا هاحط رجلك تحت ضغط." وحاول إن هو يكسرها فعلًا. قال له فالعبد قال له: "بس هي هتتكسر كده." فضل يحط ضغط، هتتكسر، هتتكسر، فضل العبد يقول له: "هتتكسر." لحد ما اتكسرت. راح قال له: "شُفت مش أنا قُلت لك إن هي هتتكسر؟" منتهى الهدوء، لدرجة إن سيده يعني أعتقه بعد ما كسر له رجله، فهو بقى حُر الإرادة برجله مكسورة يعني. ف فإحنا أنا عارفة الموضوع يمكن يبان إن هو مش واقعي أوي أو مش مش ملموس. بس لو فكّرت فيها أنت في كل لحظة بتختار إيه اللي هتكمّل فيه، كل لحظة بتختار إن أنت هتكمّل هتروح المكان اللي أنت بتروحه كل يوم زي الشغل مثلًا أو الدراسة أو أيًا كان. كل دي اختيارات يومية صغيرة تمثّل اختياراتنا للحياة، تمثّل الحياة كلّها يعني. طيب بمناسبة الشغل ممكن نقول quote من existential psychotherapy برضه عن الشغل. كانت بتقول work situations that stifle creativity and turn one into automation will, no matter how high the salary scales, always generate dissatisfaction. إن مواقف العمل التي تخنق الإبداع وتحوله إلى إنسان آلي بغض النظر عن مدى ارتفاع سلم الرواتب ستولد دائما حالة عدم الرضا. يمكن ده بيفكرني لو أنا اشتغلت مثلا شغلانة طبيعية أو شغلانة من اللي نفسنا تكون طبيعية من 8:30 ل2 ما فيش شيفتات زيادة. أنت بتروح الشغل 8:30 خلّيها 10 وتروّح 2 بس ما بتعملش حاجة ملموسة. يعني بتغترب عن يعني ما بتعملش الحاجة اللي أنت يعني اللي حاسس بأثر ملموس ليها. بتخلّص ورق، بت ده شغلك إن أنت تختم ورق مثلًا، تودّي ورق، مش حاسس بقيمة الحاجة الكبيرة اللي بتعملها، عشان هي مش حاجة كبيرة. هي الموضوع هو جزء من التخصُّص إنه شوية بيحسّسك إن أنت مش حاسس ب ب بالأثر بتاع الحاجة اللي أنت بتعملها. يعني مثلًا لو أنت شغلك إن أنت تمضي ورق في تخليص قرارات في مستشفى، أنت ممكن يكون شغلك هتحس إن هو مُمِل جدًا لإن أنت بتختم ورق، إلا لو في كل مرّة استدعيت وأنت بتختم الورق ده إن أنت بتساعد بيه ناس، وإن أنت في ناس أنت محتاجين الورق ده عشان يخفّوا. بس ساعات من كتر روتين الشغل وروتين الشغل اللي بيقتل الإبداع، بيقتل الcreativity تمامًا، تحس إن أنت مجرد ترس في آلة. إيه اللي أنا باعمله ده؟ ما هذا؟ ده كده في أحسن يعني أحسن السيناريوهات إن أنت تكون حد بيخلّص ورق في مستشفى. في أشغال تانية، في شغلانات تانية روتينية وقد تبدو لا مُجدية. ما فيش شغل مش مُجدي يعني طالما شغل صح وكويس يعني، بس في شغلانات تانية بتبقى روتينية أوي، أنت بتفقد فيها علاقتك باللي أنت بتعمل إيه أصلًا. فده كتاب في existential therapy بيقول لك الشغل اللي هو مهمًا كان المرتب بتاعه عالي، مهمًا كانت مزاياه، بيقتل الإبداع وبيحوّلك لترس في مكان أنت مش هتحس بقيمته. ف فده يمكن بيصبّر الواحد شوية لو هو بيشتغل شغل آمم، صعب شوية حتى بياخد وقت، بياخد مجهود، بس الفكرة إن أنت تكون حاسس بقيمته في الآخر. ولو أنت هتشتغل الشغل الروتيني ده أو اللي يبدو روتينيًا، حاول تخلق فيه مساحات إبداع على قد ما تقدر. أنا عارفة إن هو صعب، أنا عارفة إن هو مش دايمًا حاجة سهلة إن هي تتعمل، وحِس بقيمة اللي أنت بتعمله. أنت بتفيد الناس في كده، أنت كده بت بتفيد نَفْسك، يعني حاول تلاقي غاية أو هدف من الموضوع، عشان ما تتحوّلش لترس في مكنة وتفقد شغفك. ولو إنها كلمة مستهلكة جدًا فقدان الشغف دي، بس أيًا كان يعني المهم إن أنتم فاهمين قصدي يعني. الاقتباس الجاي من كودا برضه codependent Alice زميلتي الاعتماديين المجهولين. أنا شخص حقيقي. كنت في إحدى قاعات الاجتماعات حيث كانت هناك مجموعة من الدمى الجميلة والتي تختلف أشكالها عما هو معتاد قابعة خلف الزجاج للعرض. قد كنت كشخص اعتمادي أشبه أحد هذه الدمى. كنت أحاول أن أكون كاملة بأي شكل من الأشكال،
حتى يتم التقاطي من على الرف، فقد كنت أرتدي أفضل ملابسي، منتظرة على الرف حتى يأتي شخص ما لأبدأ معه حياتي. فلو أنني كنت جميلة بصورة كافية وصبورة فبالتأكيد سوف يختارني أحدهم. سوف تكون حياتي بعنوان وعاشوا في حياة أفضل كما في القصص الخيالية. في التعافي كنت أعيش حياتي بحسب طريقتي، قد اخترت نفسي، لم أنتظر وجود صديق أو عمل أو رفيق حتى يمكنني أن أبدأ حياتي. أنا الآن إنسانة لها عطايا خاصة ومواهب وصفات والتي أنا ممتنة لوجودها. لدي كل ما أحتاجه، لم أعد أحتاج إلى أن أبقى دمية. أنا الآن شخص حقيقي. قد تبدو إن هي تنمية بشرية برضه في الأول، بس لو جيت فكرت فيها ساعات الواحد وخصوصًا إن إحنا كبنات اللي هو عاوزة أكون كاملة، كل حاجة كاملة، عايزة أبقى مثقفة، عايزة أبقى. طب ليه؟ أنتِ بتعملي ده عشانِك؟ لأ، عشان أبقى كاملة وأبقى قدّام الناس كاملة، عشان لمّا آجي أكتب post على الفيسبوك anonymous في الجروبات بتاعة الفيسبوك أكتب أنا فيّا كل المميزات، أنا متدينة ومثقفة وفي كلية بيسموها كلية قمة ومش عارفة إيه، وما حدش بيتقدم لي، فهي نفس الفكرة. مش عارفة ليه دي أول حاجة خطرت في دماغي. إحنا بنحاول إن إحنا نتحول لدُمى عشان نُلتقط، عشان الناس تحبنا، عشان الناس تدّينا توكيد لذواتنا. بس هي الفكرة هي تجربتي الشخصية يمكن. بس مهما الناس حتى اللي بيحبونا، يعني حتى اللي بيحبونا فعلًا لحقيقتنا، مش عشان إحنا دُمى، مش عشان إحنا كاملين، حتى اللي بيحبونا فعلًا، مهمًا فضلوا يقولوا لنا إن هم بيحبونا، ومهمًا أجهدوا نفسهم وتفنّنوا في السُبل إن هم يبيّنوا لنا قد إيه إحنا أشخاص رائعة، قد إيه إحنا جُمال، قد إيه إحنا رائعين، لو إحنا مش حاسين ده من جوانا ما فيش حاجة هتعرف إن هي تحرّك ده. هم بيساعدوا أكيد، ده بيساعد في إن إحنا نحاول نشوف قد إيه إحنا جُمال وقد إيه ونستعيد حُبّنا لذاتنا، بس لو مش طالعة من جوّه مهمًا أخدتها من برّه مش هيبقى كفاية. دي وجهة نظري على الأقل. If one is to love oneself, one must behave in ways that one can admire. إذا كان على المرء أن يحب نفسه، فيجب عليه أن يتصرف بطرق يمكن أن تنال إعجابه. الجملة دي جميلة جدًا على بساطتها وعلى قصرها، جميلة جدًا. الواحد محتاج إن هو يحب نفسه، ده اللي إحنا كنا لسه بنتكلم فيه. عشان نحب نفسنا، إحنا محتاجين نتصرف بطرق إحنا بنحبها. آمم، يعني أنا باحب إن أنا لمّا أركب أوتوبيس لو في حد مثلًا بيحاول إن هو يشاور الأوتوبيس مثلًا، ودي حاجة أنا عارفة إن هي أمثلة بسيطة يعني. أحب إن أنا أحاول أقول للسواق لو سمحت استناه وما تمشيش ومش عارفة إيه. في ناس بتتكسف، وأنا من ضمن الناس اللي بتتكسف، بس أنا نفسي إن أنا أوصل ليوم إن أنا أروح قايلة لأ، استنى الراجل ومش عارفة إيه، مهما السواق كان غِلِس، مهما الراجل كان سخيف، بس أبقى عملت دوري، أبقى حاولت إن أنا أوقّفه للناس. دي حاجة صغيرة جدًا وقد تبدو تافهة، بس ده تصرُّف أنا باحبه إن أنا أكون هو. مجموع التصرفات الصغيرة دي هي اللي بتخلّينا إحنا نحب نفسنا، لمّا نتصرّف بالطريقة اللي إحنا عايزين إحنا نتصرّف بيها. في حد مرّة كان ليّا صديقة جميلة كانت بتعمل لعبة، كان معاها لعبة حلوة جدًا، كان معاها زي كوتشينة، الكوتشينة دي فيها كروت. الكروت دي عبارة عن إيه، عبارة عن آمم قناعاتك في الحياة أو إيه أهم قناعاتك في الحياة. يعني مثلًا أهم حاجة عندي الcreativity، أهم حاجة عندي الإبداع creativity، أهم حاجة عندي ال إن أنا أكون متّسقة مع ذاتي. كانت العبارة عن الكوتشينة اللي معاها دي عبارة عن كل كارت فيه قيمة من القيم الحياتية، مثلًا 50. فأنا كنت باختار يعني لمّا كنا بنلعبها مع بعض، كانت بتخلّيني إن أنا ال50 دول أختار أهم 10، بعد كده أهم 10 أطلّع منهم أهم 5، بعد كده أهم واحدة، ورُحت مصوراهم في الآخر. مش شرط يكون معاك الكوتشينة دي، أنا مش عارفة فعلًا هي جابتها منين، ممكن تكون جابتها من برّه مصر يعني. بس الفكرة إنه أنت معاك، يعني أنت ممكن تدوّر على الإنترنت عن القيم اللي في الحياة. القيم دي وتحاول إن أنت تفلترها على حسب الأهم بالنسبة لك. أنا باقول ده ليه؟ لمّا أنت تكتشف إن أهم حاجة بالنسبة لك الصداقة، خلاص أوكي، يبقى أنا هاكرّس حياتي أهم حاجة في حياتي الصداقة، أنا لازم أكون صديق جدع، لازم أكون موجود في معظم الأوقات، لازم. دي أهم حاجة بالنسبة لك، أنت اللي بتختار إيه القيم المهمة بالنسبة لك في الحياة. فلمّا أنت بتختار قيمك وبتمشي عليها وبتقوّم نَفْسك بنَفْسك إن أنت تمشي وفقًا للقيم اللي أنت مقتنع بيها، ده هيخلّيك إن أنت تadmire yourself، هتحب نَفْسك، لإن أنت بتعمل الحاجة اللي أنت شايف نَفْسك فيها. نَفْس الفكرة اللي إحنا كُنّا بنقولها في الحَكّام.
اللي هو سوسية، اللي هو أنت خلّيت نَفْسك أحسن نسخة ممكنة من نَفْسك. بس فدي أنا حبيت الجملة دي جدًا يعني. "Tell me what to do" was a statement of responsibility avoidance. But she did not want to know what to do. She wanted help and change to come from outside. To help herself, to be her own mother, was frightening. It brought her too close to the frightening knowledge that she was free, responsible, and fundamentally alone. الحالة دي كان اسمها روث في كتاب Existential Psychotherapy. ترجمة: اخبرني ماذا أفعل كان ذلك بمثابة بيان للتهرب من المسؤولية. لكنها لم تكن تريد أن تعرف ماذا تفعل. أرادت المساعدة والتغيير أن يأتي من الخارج. أن تساعد نفسها وأن تكون أمها كان أمرا مخيفا. لقد جعلها قريبة جدا من المعرفة المخيفة بأنها حرة ومسؤولة ووحيدة بشكل أساسي. طيب، الحالة احنا قلنا كان اسمها روث في كتاب Existential Psychotherapy. فكرة إنه ساعات أنا هاترجمها بشكل ما لوش علاقة خالص بالكتاب بتاع Existential Psychotherapy أو ما لوش علاقة بالمصطلحات بتاع كتاب Existential Psychotherapy. بس في واحدة صاحبتي كانت بتقول لي قصة إنه يعني من غير ما نخش في تفاصيل، بس إن هي في موقف هي وصاحبتها، يعني هاسمي صاحبتي X وصاحبة صاحبتي Y. فX بتعمل تصرُّف مستنية Y دايمًا تقول لها هو صح والّا غلط. يعني X تفضل تسأل Y ده صح، ده صح، طب مش عارفة إيه. بعد كده هي راحت قايلة لي طيب صاحبتي دي ما هي مش عارفة أكتر منّي، يعني هُم الاتنين في المهارة الجديدة اللي بيكتسبوها اللي X عمّالة بتدوّر على دايمًا توكيد من Y إن هي صح. عمّالة تقول لي إيه، عمّالة تقول لي وهي ما تعرفش أكتر منّي في الموضوع ده. يعني طالما أنا كX حمارة وطالما Y حمار، ليه أصدّق الحمار Y بدل ما أصدّق نَفْسي اللي هو الحمار X؟ فهي كانت جبارة جدًا. يعني صاحبتي دي ما صدّقتش نَفْسي، يعني ما صدّقتش نَفْسها لمّا أنا رُحت قُلت لها بُصّي استني أنا هاكتب وراكِ الجملة دي. رُحت كاتبة إذا كنت أنا حمارة وصديقاتي حمارة. رُحت كاتبة وراها الجملة كانت تحفة، عجبتني جدًا، عجبتني جدًا. بس فأنا عجبتني جدًا الجملة دي يعني كانت حلوة جدًا. إن الواحد ساعات بيبقى محتاج إن هو حد يقول له اعمل إيه، اتصرّف إزاي. إحنا كلّنا بنحتاج إن إحنا استشارة من اللي حوالينا، محتاجين حد يقول لنا نعمل إيه كاستشارة، مش كإلزام. أظن كلّنا يعني خلاص مش قُصّر يعني ومش عندنا مشكلة في يعني يعني ما حدّش مرفوع عليه قضية حَجْر يعني من اللي بيسمعوا على الأقل يعني. فأنا قررت أعمل كذا خلاص أوكي، أنا حسبتها هاولع في الآخر ماشي أنا هاولع لوحدي، طالما مش هأذي حد خلاص ماشي أنا هاولع لوحدي، طب إيه؟ ففكرة إن حد أقول له هو يقول لي أنا أعمل إيه، دي جملة للتجنب المسؤولية مش أكتر، ما لهاش حاجة تانية ممكن تتقال. والواحد دايمًا غصبٍ عنه يعني، أو يمكن أنا باقع في الموقف ده، بابقى دايمًا X اللي هو ليه؟ قُل لي طب أعمل إيه؟ طب ده الصح، طب ده الغلط. بس الواحد مؤخرًا بقى خلاص أنا هاعمل اللي أنا شايفاه صح، طالما خلاص يعني أنا حسبتها وده اللي أنا مقتنعة بيه، فأنا هاعمله. الجملة اللي هاقولها هي آخر جملة خالص في كتاب Existential Psychotherapy. بتقول: "The question of meaning in life is, as the Buddha taught, not edifying. One must immerse oneself in the river of life and let the question drift away." إن مسألة المعنى في الحياة كما علّم البوذا ليست مسألة بناء. يجب على المرء أن يغوص في نهر الحياة ويدع السؤال ينجرف بعيدا. يمكن ده بيفكرني بجملة لسه قارياها على فيسبوك منسوبة للشيخ عبد ربه، الشخصية اللي في كتاب ليه نجيب محفوظ. بتقول يقول الشيخ عبد ربه التائه: جاءني قوم قالوا أنهم قرروا التوقف حتى يعرفوا معنى الحياة، فقلت لهم تحركوا دون إبطاء، فالمعنى كامن في الحركة. يمكن ده اللي أنا افتكرته لمّا قريت الجملة بتاعة existential psychotherapy. اللي بيقول على اللي قالها بودا، إن فكرة إن هو إيه، يعني اغمس نفسك في نهر الحياة عشان تكتشف المعنى. لو أنت مش لاقي المعنى في الحياة اتحرك، روح. مش هتفضل قاعد ما بتعملش أي حاجة وساكت وكامن ومختفي في البيت تحت البطانية، ما بتعملش أي حاجة
عشان أنت مستني إن معنى الحياة يهبط عليك بشكل لدني من السماء على رأي طه حسين لمّا كان بيتكلم عن العلم اللدني. ماشي في علم لدني ما قلناش حاجة، يعني أنا مش قصدي إن أنا يعني قصدي إن هو مش هيهبط عليك كده، أنت لازم تتحرك وتروح وتيجي وتحتك وتتبسط وتتضايق وتعيط. يمكن دي الطريقة الوحيدة اللي إحنا نلاقي بيها معنى في الحياة، أو على الأقل نبقى جربنا إن إحنا نحاول نلاقي معنى في الحياة يعني. بس أنا كده خلصت حلقة الquotes بتاعة النهارده. يا ريت لو عجبتكم تتّكوا لايك على سبوتيفاي، وتتّكوا لايك على فيسبوك، أو تسيبوا لي كومنت قولوا لي رأيكم، قولوا لي رأيكم في الquotes، قولوا لي رأيكم لو عجبكم الموضوع ده أعمل تاني حاجة ليها علاقة بالquotes. الصفحة بتاعتي على فيسبوك اسمها podcast ندوب، يا ريت تخشوا وتقولوا لي رأيكم. أنا فعلًا حابة إن أنا أعرف رأيكم يعني في اللي أنا باحبه. آمم لمّس معاكم، كانت في نقط تماس في اللي أنا باقوله معاكم وما إلى ذلك. وبس كده إحنا خلّصنا. شكرًا. أنا نسيت حاجة قبل ما أقفل، أنا حابة جدًا إن أنا أشكر عمي على المايك الجديد، ويا رب تكونوا حسيتوا بفرق الصوت. الصوت آه، أوضح، وإن شاء الله كمان مع الوقت هيوضح أكتر وأكتر يعني، لمّا الواحد يكتشف أكتر وأكتر في الحياة يعني وفي التعامل مع المايك. فبس يا رب المايك يكون لطيف وتكونوا حبيتوه يعني. بس سلام، سلام بجد المرة دي.